بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أنا سمعت بعض التعليقات كانت على تمثال رمسيس تحديدا. التعليقات دي كان منها تمثال رمسيس اتنقل من ميدان رمسيس لمتحف بشكل كبير وأفضل منه بكتير جدا. فما يقول مهما كان أنت وضعك فين، فأنت إن شاء الله في يوم من الأيام هتتنقل وتروح لمكان تاني أحسن. بس خلي بالك تمثال رمسيس عشان يتنقل احتاج المقاولين العرب عشان تنقله، فأنت عشان تتنقل عشان نعرف نعمل لك حاجة لازم تشتغل على نفسك عشان تتنقل فعلا وتروح مكان احسن. التعليق الثاني اللي انا سمعته ان الناس في ميدان رمسيس كانت بتعدي من جنب الميدان غالبا عادي وتروح بتشوف مصالحها، لكن لما تمثال رمسيس راح المكان دوت الناس كانت بتبص له بانبهار، مع انه هو نفس التمثال. الفكره الناس المحيطه بالتمثال ده عامله ازاي والبيئه دي عامله ازاي. وانت برضو المكان والبيئه اللي انت موجود فيها هي دي اختيارك. تبقى موجود في مكان الناس يا دوبك شايفاك كده فيها موجود عادي، او موجود في مكان تاني مقدراك ومنبهرين بوجودك فيه. ثالث تعليق والاخير ان رمسيس بعد ما مشي من ميدان رمسيس الميدان لسه اسمه رمسيس، والناس لسه فاكراه بمكان ما كان موجود هناك ولسه سايب اثره. فخلي بالك لما تسيب مكان ان انت تكون سايب فيه اثر طيب. ما تنساش بقى تعمل لي فولو وتخش تتفرج على بقيه الفيديوهات.